الماضي كان طاقم اجنبي كله، ومع ذلك كانت النتائج وكان تفاهم وكانت يعني مستوى وموسم تاريخي ما سبقش دراجه دارته بالامانه، وبتواجد طاقم اجنبي سبق دراجه توجات مع مجموعه من الاطر الاجنبيه، كما توجات كذلك مع مدربين محليين. شوف انا مثلا القضيه ديال العوده للماضي والمدير الجناني وبن ونيس وهذا، انا كنشوف بان داك النقاش ما يمكنش يخدم الرجاء نهائيا، لان هذيك الصفحات ديال الماضي كنا تكلمنا على جناني في ذاك الوقت وهضرنا على الدور ديالو وهضرنا على بن ونيس وهذاك الكلام ناقشناه في المرحله ديالو. اما اليوم كاين طاقم برتغالي للرجاء الرياضي، وطاقم برتغالي اللي خصو يعرف الجميع هو اللي خصو يستمر. ماشي كل مره نجيب مدرب عاود كي تيدوز مات نولي نهضر على مدرب كاع. من انا قلتها بعدا من قبل، قلت غريب وسذاجه اننا نوليو كنقبطوا شي مدرب وكنبقاو نهضروا عليه في ماتش واحد سواء انتصر ولا نهزم وبقاو نلصقوا ليه الانتصار او الهزيمه. ما يمكنش. على مستوى التشكيل ما غيرش التشكيل، كيلعب به انا كيبان لي يمكن الى ستنينا زيلا اللي دخل باقي العناصر هما اللي كيلعبوا عادي. اذا مسؤوليه اللاعبين كتكون كبيره. ما ننساوش كذلك ان السوالمه مصطفى راه فرقه اللي دارت البارح ماتش كبير. ولكن يا سي حسين ما تنساش ان الرجاء الرياضي في المباريات هذو اللي قبل لا كنتي عاقل ولا شفتيهم ملي كان كيسجل الاهداف ما كانش يرجع للور. الهدف البارح زريده ملي سجل الهدف عدلت الموسم الماضي مع زينباور. لا خليني مع زينباور حسناوي دابا هذاك ماضي. انا كنهضر على الماتش ديال البارح. الرجاء الرياضي سجل الهدف. اشنو هو علاش نرجعوا للور؟ سجلنا هدف علاش نرجعوا للور؟ هذا سؤال. هذه المساله مصطفى ديال الرجوع ديال اللاعبين للوراء، هو لما كتفرج المقابله وكتشوف الاشارات ديال المدرب كيبان لك هو كيدفعهم للقدام، بالعكس وان اللعابه كيدفعهم باش يزيدوا للقدام. اللاعبين اللي وقع ذاك التراجع الغريب، هل هو ضغط رهيب من السوالم ولا اللعابه طاحوا بدنيا؟ ان حتى الطريقه باش رجعوا اللاعبين وهذه ما يعني غريبه فهمتي. ولكن المدرب كيبان بالحركات اللي كان كيدير بيدو انه هو كيطلب منهم يتقدموا، والتغييرات اللي دار كلها تغييرات هجوميه، ما دار حتى شي تغيير دفاعي. جميع التغييرات اللي دار رماها باش تكون الكره هجوميه. انا سابينتو او غيري ما نقدرش نتمنوا ليه التوفيق حسناوي. حنا نتمنوا ليه وحنا ما كنحكموش عليه، ما كنقولش بان مدرب ماشي مزيان، ما كنحكموش عليه. حنا غير كنقولوا ملي كتكون نتائج غادا مزيانه ما نتريثوا واحد شويه قبل ما نبدلوا. فهمتي حسناوي؟ هادشي علاش. اما المدرب الان النتيجه ديال البارح ما نقولوش بان المدرب هو السبب ديال الخساره او السبب الخساره البارح. حنا غير كنتكلموا على التغيير حسناوي. التغيير السؤال من هنا راه البارح خرجوا الدراري ديالهم والله خرجوا ماتش كبير وكانوا الافضل. انا اختلف مع التصريح ديال سابينتو اللي قال بعد نهايه المقابله، قال لك احنا كنا افضل في كل شيء. لا، ما كنتيش افضل في كل شيء. اسي سابينتو البارح السوالم وسط الميدان ديالهم كان افضل من وسط الميدان. كان فعلا وسط الميدان كان مزيان فعلا. ثقة النعمه مع الوليد اللي كان معاه تبارك الله تماك كانوا بثلاثه. اسمح لي تفوقوا طولا وعرض على وسط الميدان الرجاء. الارويقه الخلوي كان كيهرب في كل مره، يعني الطريقه باش كانوا كيلعبوا اريحيه. يعني السوالم كانت واقفه ويعني ودارت مقابله بالنسبه لي في المستوى وانتصار ما سرقوهش. يعني الحاله التحكيميه ديال هذه المقابله سولنا مجموعه من الاخوان. حنا تواصلنا مع الاخ عصام الرماشي، قال لك الحكم في هذه المقابله كان خصو يشهر بطاقه حمراء للاعب رزوق من السوالم وبطاقه حمراء للاعب زيلا. هذا عصام الرماشي. وقال لك ضربتي الجزاء اللي تعلنوا في المقابله ديال الوداد والمحمديه بجوج صحاح، لا ديال الوداد ولا ديال المحمديه. هذه هي الحاله التحكيميه. نجدوا الرحمات ديالنا على الوالد ديال رضوان الحمر. وهذه كره القدم كتكون هزيمه، ولكن كاين بعض الامور كيخصها مثلا التعاود. يعني حتى اللاعبين بالدراجه بالامس
كانوا مجموعه من اللاعبين اللي المستوى ديالهم كان يعني صادم، ضاعوا لهم بزاف ديال الكرات، ما عطاوش الحلول، ما عاونوش. يعني حتى الطريقه كتشوفهم في داك الهدف الثاني، راه الا رجعتي عاودتيه بالهدف عفوا الاول، الا رجعتي مصطفى وعاودتيه بالعرض الباطئ بشويه، كتلقى واحد 6 اللعابه ديال السوالم في المنطقه ديال فريق الرجاء الرياضي، واللعابه الرجاء الاخرين شي 3 اللي كاينين من هذا. يعني شوف الزياده العدديه الكبيره، وكيبان لك لعابه الرجاء كل واحد فاش طايح، حتى التوقع ديالهم والعوده بطيئه جدا. كيف يعقل ان كره بدات تفتك في ديك البلاصه وبدون رقابه؟ انس الزنيتي يقدر يغيب على الكلاسيكو، انها كانت تصاب بالامس، وكاين احتمال ديال واحد 70% ان انس الزنيتي ما يكونش حاضر امام فريق الجيش الملكي. مازال غيحضر على فرصات اخرى، ولكن الاولويه الان هي انه يعني ما غيكونش حاضر. هذا الشيء اللي كاين اخويا مصطفى. نتمناو الخير كما قلنا لجميع الفرق. واحد الاخ قال لي راه اللاعبين ديال الرجاء طاحوا بدنيا، واخويا حنا اش من دور، حنا الدورات الخامسه والسادسه ياك، الدورة السادسة تقول لي اللاعبين طاحوا بدنيا؟ ما يمكنش، راه بالعكس، راه هنا في الدورات من الخامسة والسادسة والسابعة هنا خص لو نيفو فيزيك ديال اللاعبين، الجاهزية البدنية تكون مزيانة. كون قلتي لي كون جيتي وقلتي لي الدورة 26 ولا قلتي لي الدورة 27 ولا 28 ولا فتنا كاع النص ديال الدورة تنكون متفق معك. ولكن على العموم راه الرجاء ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ترجع ونتمنوا لها التوفيق. ونقد كما قلت دائما كيكون بناء اللي هو عندنا يعني مبازي على واحد الحاجه اللي هي صريحه، وان نفس الفريق اللي دا البطوله ونفس الفريق هو اللي دا كاس العرش. يعني شنو غادي يوقع من بعد المباريات اللي جايين؟ هذا هو السؤال اللي كيبقى مطروح. اما الرجاء كيبقى فريق اللي هو كبير، وفريق كبير بالجماهير ديالو وبالنتائج ديالو، ولا انتقدنا اي فريق، كل كيتقبل هادشي بروح رياضيه.